اشتريت منتج قبل كده وحصلت مشكلة بعديها واتفاجئت باتصال جاي لك من حد بيقول لك أنا خدمة ما بعد البيع. ده يا سيدي شغل وظيفة مهمة جدا جدا جدا، اسمها فعلا خدمة ما بعد البيع أو الأفتر سيل سبورت. الافتر سيل سبورت هو الوظيفه المسؤوله عن خدمه العملاء بعد الشراء، حل المشاكل، المتابعه، الضمان، الدعم الفني، والاجابه على اي استفسار بيخص المنتج او الخدمه اللي انت توقعتها. هو الشخص اللي بيحافظ على رضا العميل وبيخليه يكمل مع الشركه بدل ما يسيبها او يشتكيها او يبقى متضايق من حاجه معينه في المنتج او الخدمه اللي هو توقعها. اهم الادوات والمهارات للافتر سيل سبورت طبعا سي ار ام تولز كتير قوي، وبرامج خدمه عملاء كتير قوي زي مثلا الهاب سبوت والفلاش ديسك والزين ديسك. مهارات تواصل قويه جدا زائد صبر زائد تعاطف شويه مع انه يحط نفسه في موقف العميل ويتخيل الموضوع. معرفه المنتج او الخدمه لحل المشاكل بسرعه جدا. مهارات حل المشكلات بنسميها بين قوسين ترابل شوتينج. القدره على التعامل مع العملاء تحت الضغط، واحتواء العميل مهما كانت خلفيته او ثقافته او اخلاقه او ايه. السلم الوظيفي طبعا بيبتدي في الاول بيبقى كاستمر سبورت عادي جدا، وبعد كده افتر سيلز سبيشالست، بعد كده افتر سيلز سوبرفايزر، بعد كده كاستمر اكسبيرينس مانجر، وممكن يوصل في نهايه المطاف يبقى اوبريشنز مانجر. متوسط الرواتب طبعا عالميا بنتكلم الرواتب بتبتدي بسيطه جدا من اول ممكن 300 او 400 او 500 دولار، على حسب طبعا النيتش وعلى حسب البلد وعلى حسب حاجات كتير قوي، وممكن توصل في بعض الاحيان انها تتخطى ال 2000 دولار. المستقبل طبعا الوظيفي الوظيفه دي وظيفه طبعا عليها طلب كبير جدا، لان كل شركه محتاجه وعاوزه رضا عملاء اعلى، والعميل اللي مبسوط بيرجع تاني وبيجيب معاه ناس كتير. فطبعا الافتر سيل سبورت حاجه مهمه جدا. لو انت عاوز بقى تعمل شيفت كارير وتروح تبقى افتر سيل سبورت، ابدا في خدمه عملاء او كول سنتر، اتعلم ادوات السي ار ام والدعم الفني، وافهم المنتج او الخدمه اللي هتشتغلها كويس جدا، وطور مهارات التواصل واداره العملاء الصعبه. خدمة بعد البيع مش وظيفة عادية يا جماعة، دي اللي بتخلي العميل يحب الشركة أو يبعد عنها. استنوني في بقية حلقات بتشتغل إيه، وهنكمل شوية في حلقات خاصة بالكاستمر كير عموما، وأشوفكم دايما على خير وبالتوفيق والسلام عليكم.